انا بقالي ساعه بفكر هقول ايه. ساعه كامله عمال اضرب اخماس في اسداس هقول ايه. اكتشفت ان انا في النهايه لازم اقول حاجه واحده. لازم تلحقونا بمداخله مع كابتن احمد بلال. اي قناه تتكرم وتتصل باحمد بلال وتقول له قول لنا توقعاتك لماتش القمه. لازم انقذنا يا كابتن احمد يا بلال. انت الوحيد. ادينا حته هتخسروا 8. انا من رايي ان نادي الزمالك ما يجيش المباراه. انا من رايي ان فرقه الزمالك تروح كوكي بارك بدل ما تروح الملعب. اي حاجه قول اي حاجه. انت دلوقتي الامل الوحيد. استفزنا ارجوك. انت شفت محمد عبد الله يا زيزو؟ اتفرجت على محمد عبد الله؟ اتفرجت عليه ولا لا؟ لو رحت الاهلي هيلعب عليك اساسي. انت متخيل؟ خلاص كده ما تروحش الاهلي عشان لو رحت هيلعب عليك اساسي. واللي يلعبك على محمد عبد الله اساسي يبقى راجل ما بيفهمش. لازم تخلي بالك. فاطلع بقى على قطر، الامارات، السعوديه، البحرين، عمان، اي حاجه ما انت عايز تروح. روح بقى اي بلد عربيه انت عايز تروح. بالاداء اللي انت بتقدمه ده طبعا. بالاداء اللي انت انا مش مصدق ان زيزو اللي كنت طالع بيه السما هو ده زيزو. مش مصدق. بس ما علينا مش موضوع يعني. الاهلي يقسو. هو بص، هو من الظاهر تقول يقسو، لكن في باطن الامر ادى الاسماعيلي 4 مع الرأفة، لان الماتش ده يخرج 7 أو 8 مثلا. فاهم قصدي؟ وامام عاشور برضو. امام هو امام انت سمعك تقيل. انت واقع على ودنك. ما احنا قلنا خلاص انت ركزت وبقيت جامد وخلاص وعملت وامام جاب مستواه مع منتخب البرازيل وخلاص وخلصنا. يا امام في ايه يا ابني؟ عايز ايه؟ طيب واحد يقول لي انت مش عايزه يلعب. لا يلعب عادي بس مش كده. ايه ده؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. امام ايه يا امام ده؟ ايه يا امام ده؟ انت كل مره رجل المباراه. يا جماعه انا التلفزيون عندي بايظ. كل ما افتح التلفزيون الاقي امام بياخد جايزه رجل المباراه. صبح ظهر عصر عشاء افتح التلفزيون الاقي امام ماسك الجايزه. كل ما افتح التلفزيون الاقيك انت بتاخد جايزه رجل المباراه. ايه يا عم؟ مفيش رجال في الملعب غيرك؟ هي اللي بتتحسب كده يعني؟ انت هتمشيها كده يعني يا امه؟ يعني مش فاهم. النهارده مارسيل كولر يعني بينزل بتشكيل كان جماهير النادي الاهلي بتتمناه. بيبدا بمحمد عبد الله اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه كده، حاجه فاخره. محمد عبد الله ده حاجه فاخره. لعيب واثق في نفسه. مش عارف عنده 19 سنه ولا كام ولا 20. ده ما جابش 19 سنه تقريبا يعني. فحاجه تفرح. حاجه تفرح يعني. حاجه تفرح والله. والله يا زيزو حاجه تفرح. احمد رضا يبدو كده ان قفشه هيوحشنا فتره، لان بمستوى احمد رضا ده قفشه يعني احمد رضا يلعب عادي جدا جدا جدا. يقوم بكل المهام اللي انت بتعملها جدا. انا ما اعرفش ازاي واحد في بتروجيت كان بيلعب سنتر باك ولعب 6 ولعب 8. ما شاء الله عنده القدره على تسيير اللعب بالشكل ده، وعنده القدره على التحركات من غير كره بالشكل ده، والباص بتاعه نضيف بالشكل ده، وبيدي بينيات بالشكل ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني. انا النهارده يعني جاي اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله بس على لعيبه النادي الاهلي وعلى اللي بيقدموه يعني. مسكوا الاسماعيلي 4-0 كتير. 4-0 كتير. 4-0 كتير على الاسماعيلي يعني يا جماعه. وجمهور الاسماعيلي بيعيش فتره بقاله 8 سنين مثلا. بيعيش فتره من اسوأ فتراته. مش بيعيشها من النهارده يعني. فيعني حاجه تخليك تزعل على فرقه زي الاسماعيلي وفرقه بحجم الاسماعيلي الصراحه. والاهلي ما بيرحمش يعني. هو الاهلي اللي بيقع تحت ايده وخلاص. ما جراديشار رغم ان هو النهارده اهدر ولكن تحركاته مؤذيه. تحركاته مؤذيه للغايه. جراديشار في النهايه يا جماعه ماتش الاهلي والزمالك يوم السبت الجاي باذن الله. زي ما قلت لك كابتن احمد شد حيلك معانا. شد حيلك معانا كابتن احمد يا بلال، لان وسام ابو علي رجع وبن شرقي جاهز، واحمد رضا متالق، ومروان عطيه جاب جون النهارده اول هدف ليه مع الاهلي. امام عاشور اون فاير. حسين الشحات رجع للتهديف تاني. فماتش الاهلي والزمالك يوم السبت الجاي يا جماعه. احنا عايزين مرتضى منصور يرجع يقول مش لاعب انا في الساعه دي. مش لاعب. مش هلعب في الساعه دي. احنا محتاجينك ترجع تاني الماتش ده بس وامشي تاني. اصل بالاداء ده احنا محتاجين فعلا معجزه. مفيش حاجه بعيده عن ربنا. كوره في وارد فيها كل حاجه بس كده ما اعرفش بقى. انتظروا حلقه نرجع على اليوتيوب بعد قليل. سلام عليكم.